السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة بيتي. إن شاء الله تكونوا لاباس وفي صحة جيدة. اليوم إن شاء الله باش نعمل مع بعضنا بسيسة تعطوها للأطفال الرضع، بسيسة صحية وبطريقة مبسطة وسهلة وبمكونات بسيطة ومتوفرة في كل دار. البسيسة هذه باش نعملوها بالزيت، باش نعملوها بالماء، وباش نوريكم طريقة حفظها. مشاهدة طيبة للجميع. قبل ما نبدو في طريقة الإعداد نطلب منكم فضلا وليس أمرا تضغطوا على زر الجرس الصابوني وتعملوا لايك باش يوصلكم كل جديدنا. بسم الله نبدأ. نبدو في المكونات مع بعضنا. المكونات سهلة وبسيطة. بالنسبة للمكونات، أول مكون اللي هو مهم لهنا الحمص خليط الحمص هذا الجيد. نجمو تاخذوا الحمص الطايب، الأنفاس الطايب، 500 جرام من كل حاجة. الذرع اللي نعملوه سحلب خذيت منه 500 جرام، خذيته كعب لهنا. العدس خذيته مقشر. الروز 500 جرام كيف من الروز، خذيت الروز الابيض، تاخذوا الروز النوعية اللي تحبوا عليها. الفول المصري 500 جرام. بالنسبة للتفويح عندنا زوج حاجات نفوحوا بيهم، هذه البسباسة أو حبة حلاوة كل واحد شنو يسميها. خذيت لهنا 200 جرام. العود الأصفر، عود الكركم، هذا باش يعطينا اللون الأصفر المزيان. تنجمو تعوضوه بالزعفران، برتقال الشايح. وتوا نبدو مع بعضنا في طريقة الإعداد. يسخن على النار. بسم الله. حاولوا نقلبوه من الجهات الكل، النار تكون متوسطة. أصعب حاجة في الوصفة هذه هو الحمص، ياخذ معنا برشا وقت. إذا كان في إذا نحاول نحي منها الكعبات اللي طابوا برشا. هو سخون توا، غير حبيت نوريكم. كما هذه ولات كحلة نحيها باش ما نسودناش البسيسة، نخلوها يبرد. النار تكون متوسطة ونحركوه باستمرار. هذا الفول بعد ما طيبناه. الذرع هذا القصب بعد ما طيبناه نبردوه. العدس هذا في ساعتين خاطر هو مقشر ساهل برشا. بعد ما كملنا العدس، الروز كيف الروز ساهل في ساعتين. هذا الروز بعد ما عرجناه باش نحطو لفاحات باش نعرجوه شويه. هذه بعد ما طيبناها، الريحه فاوحه برشا ما شاء الله. تو بقالنا المكون الاخير واللي هو الكركم، باش نهرشوه شويه في المهراس ولا اللي يحب في الماكينه هكا، وبعد نعرجوه على النار. تو كما تشوفوا المكونات الكل عرجتها على النار. تو باش نخلطهم مع بعضهم. بسم الله ما شاء الله، الريحه فاوحه برشا. نودكم ومن شهيكم. الحقيقه هذه البسيسه تنجموا تعطوها للصغار والكبار، هذه شهوه ولد الصغرون. كما تشوفوا عرجتها على الغاز في مقلة تيفال عادي حسب المتوفر عندكم للطاحونه. وبعد ان شاء الله نشوفوها مع بعضنا في المراحل القادمه. ما شاء الله لونها اصفر ومزيان. خليتها بردت تماما وبعد بديت نغربل فيها. هذا الغربال اللي عندي كما تشوفوا بالالوان هذايا، ولا اي غربال عندكم. ما تروح معي الشيشة مع واحد. صبيت عليهم شويه سكر محول باش نحرك كميه صغيره. كميه السكر بالطبيعه انتم تتحكموا فيها. تنجموا تعملوا سكر كما تنجموا تعملوا عسل. نعمل سكري. توا عملت معكم البسيسه بالزيت، باش نعمل البسيسه بالماء. نصب كما تشوفوا لهنا عملت بسيسه بالماء. تو هذه البسيسه بعد ما زينتها كما تشوفوا لهنا زينتها بشويه فاكهه، عملتها بالزيت والسكر. تنجموا تعوضوا في عوض السكر تعملوا العسل. هذه البسيسه خليتها خبيتها لهني في حكاك بولار كما تشوفوا، رصيتها بالباهي باش تبقى معنا اكثر مده. لهني عملتها بالماء، البسيسه عملتها بالماء. نجموا نعطوها للرضع، راهي بنينه برشا وصحيه. نجموا تحلوها بالعسل كما تحبوا. البنة عالميا ودكم من شهيكم. طعمتها بنينة تهبل ومشبعة وتقنع وصحية وسهلة وفي ساعة تحضر.
نتمنى تجربوها، إن شاء الله في فيديو قادم وصفة جديدة. بالسلامة وفي أمان الله.